عمرك سألت نفسك انت ليه بتاكل كمية أكل كبيرة وما بتشبعش بسرعة؟ في الحقيقة كمية الأكل مش هي العامل الوحيد اللي بيخلينا نشبع. من العوامل اللي بتدينا شعور بالشبع هو عامل الوقت. بمعنى الوقت اللي انت بتاخده في أكل الوجبة مهم جدا عشان إحساسك بالشبع. يعني لو انت بتاكل بسرعة هرمون الشبع ما بيلحقش يفرز، فانت بتاكل تحس انك لسه ما شبعتش، تفضل تاكل 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 لحد ما معدتك تتملي على الاخر، وبالتالي خلاص مفيش نفس اصلا، مش قادر تتنفس، فانت كده ايه؟ بتقول انا شبعت، ولكن مش ده مؤشر الشبع. فانت عشان تتجنب الموضوع ده المفروض تاكل بتأني. الوجبة تاخد معاك من تلت لنص ساعة، بحيث إن مخك يلحق يبعت إشارات عصبية ويفرز هرموناته ويحسسك بالشبع، بدل ما تفضل تاكل وتاكل وتاكل وأنت في مخك وأنت بيتهيأ لك إنك لسه ما شبعتش، وفي الحقيقة أنت ما اديتش لجسمك فرصة إن هو يحسسك بالشبع، إن هو شبع خلاص. وفي دراسة اتعملت على مجموعتين، مجموعة بتاكل بالراحة ومجموعة بتاكل بسرعة. المجموعة اللي كانت بالراحة كانت كمية أكل أقل وشبعت أسرع، أما المجموعة اللي كانت بتاكل بسرعة فهي كانت كمية أكل أكبر فهيشبعوا أبطأ. فالخلاصة كل بالراحة، كل بتأني، خلي الوجبة تاخد حقها معاك ووقتها، خلي المعلقة بتاعتك صغيرة بحيث تاكل عدد معالق كبيرة فالمدة تطول معاك. يعني بدل ما تملى المعلقة على الآخر، لأ، خلي المعلقة صغيرة، أو كل بالشوكة، أو خلي معلقة ليك صغيرة مش المعلقة الكبيرة. وفي النهاية ما تنساش تعمل لي فولو ولايك، ولو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وهجاوبك عليه في الحلقات اللي جاية. سلام.